جايج خطار ومحتارة شنو تسوين بالدجاج ومليتي من الأكلات المعتادة. تعالي أنا وياك نسوي أسهل وأضبط طريقة لتتبيلة الدجاج وراح تعتمدينها، ومقادير جدا سهلة وبسيطة، ويستوي ويذوب ذوب بالحليق ونفس دجاج المطاعم. أنا وياكم أم نور وقناتي منوعات أم نور للكيك. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، شرفتوا قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. طبعا بما انهم مقبلين على شهر محرم الحرام، فاشتريت كم شغلة بسيطة حبيت اشاركها وياكم. طبعا هنا أنا بنات تعرفون الطبخ ونحتاج شي سوالف. هنا أنا اشتريت ذني الطاوات حجمين مختلفين، الحجم الكبير والحجم الأصغر من عنده. ذني بنات طاوات نوعية سيراميك، النوعية مالتهن كلش حلوة وأبد ما يلتصق بالأكل. بنات شلون تعرفون هذا الطاوة هذه نوعيتها زينة من الظهر مالتها هيك شلون يعني محفور حفر بنات يعني، وهماتين الختم موجود عليها. فهذه الطاوة نوعيتها كلش زينة وثقيلة يعني القوام مالتها ثقيل يعني مو خفيف. هنا أنا هذه باللون الأسود هماتين سيراميك، قلت لكم هذه حجمها كبير، وهنا من الظهر مالتها محفور يعني هذه الأصلية، والختم هذا مالتها موجود بنات. هنا أنا هذه أخذتها ب18,000. هذه اللي باللون الأسود أكبر من اللي باللون الأزرق. وهنا أنا من بعدها أخذت ذني الصياني. ذني الصياني هماتين أخذتهن، هماتين حجمهم مختلف. هذه الصغيرة مو يعني صغيرة كلش، لا وسط. مثل ما تلاحظون هيك لونها تجي لونين، هذا اللون الزغرفة مالتها مثل ما تلاحظون هذه النقشة مالتها والحفر أبد يعني ما يتغير لونها، هيك شكلها وكلش حلوة. هذا كله حفر بنات. هذه الصينية من يعني الجوانب مالتها، وهذه هماتين الإيد مالتها. فهذه أخذتها هماتين ب15,000، وهذه أكبر من عدها. هيك أخذتها هواية هن ألوان، وهذه فأنا عجبني ذني اللونين وأخذتهن. ذني هماتين هاي الصينية حفر كلها حفر. أخذتها ب18,000. الصغيرة ب15، الوسط يعني ب15، والحجمها كبير ب18,000، وثقيلات بنات لين أصليات يعني. وهنا أنا من بعدها أخذت هذا الخلاط النوعية مالته كراون. تعرفون انتو الكهرباء وكل ساعة طافية ومشتغلة، فذاك الخلاط مالتي عطل يعني احترق من الكهرباء، فاضطريت أخذت هذا الخلاط. نوعيته هذه زينة، يفيدنا بالعصائر يعني الطبخات، حلويات هماتين يفيدني بيه. النوعية مالته كلش زينة، والسعر مالته ب35,000، وهذا هماتين بضمان وكلش حلو. هسه اشوفكم بنات بنات هذه تجي ويا الملحقات مالت الخلاط. يعني كلش حلو هذا الخلاط بالشغل، وش قد ما تحملين عليه أبد ما عليه شي. وهسه اشوفكم شلون تعرفون إذا كان الخلاط أصلي ولا مو أصلي. هذه بنات القاعدة مالت اللي تتخلى بيها الدولكة، يعني نخليها بيها. هنا تجي ستيل كلها. هنا نذني السرعات مالته 15 سرعة، يعني السرعة مالته كلش قوية، يشتغل على الوطني مو على المولد، لأن السرعة مالته قوية بنات. هذه القاعدة مثل ما قلت لكم ستيل. ستيل يعني مو بلاستيك، لأن يجني هواية تقليد بلاستيك، لا هاي السرعة القاعدة مالتها كلها ستيل. وهذه مثل ما تلاحظون هذه القاعدة همتين مالت الدولكة كلها ستيل، فيعني يستحمل يعني شقد ما تحملين عليه يتحمل شغل، يعني بد ما عليه شي، لأن ماخذينه ومجربينه، يعني أهلي ماخذينه ومجربينه. من الرايات رايتين، راية بها رسم الإمام الحسين والإمام العباس والإمام علي عليهم السلام جميعا، والراية الثانية الإمام العباس عليه السلام اللي باللون الأخضر. الطول مالتها 1.5 متر، السعر مالتها 1000. هواية أكو نوعيات وأحجام، فأني ذني حبيتهم وأخذتهم. بالنسبة بنات للطبخ مالت محرم الحرام، أني ما أسوقه كله بداية محرم، لا كل ما أريد أطبخ شي أروح أسوي
اسوقه قبل يوم وثاني يوم اطبخه. انا هيك متعلمة، فاي شي راح اطبخه بايام محرم الحرام راح اشاركه وياكم وراح تستفادون من عنده. وكملوا ويانا بفيديو. خلينا نروح نتبل الدجاجة بنات. هنا أنا بنات راح أسوي تتبيلة الدجاج وراح تجربونها وتعتمدونها هذه الطريقة، لأن صراحة كلش طيبة. هنا أنا عندي هذه بهارات 7 بهار مشكلة، يعني هذه البهارات هذه العلبة ب1500. راح أخذ من عندها ملعقة وسط، مو ملعقة مالت الطعام، لا اللي شوية أصغر من عندها. راح أخذ من عندها ملعقة. ومن بعدها هنا أنا عندي بابريكا باردة هماتين ملعقة أخذت من عندها. راح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف بنات. هنا أنا عندي ملعقة من الملح الليمون أو اللامندوزي. وهنا أنا عندي ثوم مطحون هماتين ملعقة. عندكم بصل مطحون هماتين ضيفوا للمواد. وهنا أنا نص ملعقة من الفلفل الأسود الحار، هذا فلفل أسود. وهنا عندي لبن عرب أخذت من عنده ملعقتين. وإذا عندكم هذا اللبن مالت السطل عادي هماتين ضيفوه. البنات اللي ما يعرفون شنو اللبن، زبادي بنات، هاي بعض الدول يسمونه. وهنا أنا عندي ملعقتين من معجون الطماطة. وهنا أنا راح أضيف الخل الأبيض. بنات راح أخذ من عنده 3 ملاعق من الخل الأبيض. ليش ضفت الخل الأبيض؟ حتى اكو زفرة مالت الدجاج يعني يزيحها هذا الخل الأبيض. إذا شايفين حتى إذا تاخذون من المطاعم مرات موجودة زنخة مالت الدجاج زفرة، فهذا يقضي عليها الخل الأبيض. فضفت هنا أنا من عنده 3 ملاعق كبار. وهنا أنا عندي هذا دبس الرمان هماتين راح أخذ من عنده 1.5 من هذا دبس الرمان. بنات الكمية هذه بكيفكم تضاعفونها، مثل هذه الكمية براحتكم بعد بقت. فأني هذه الكمية تكفيني دجاجة الحجم مالتها 1.5 كيلو. هسه تشوفونها بنات. هنا أنا راح أخذ رشة ملح، هذا مثل ما تلاحظون. وهنا أنا عندي القوام شوية ثقيل، ضفت عليه ربع كوب من المي. وهنا أنا أمزجها كلش زين بنات هذه الصلصة. وإذا عندكم هماتين طحينة احنا نسميه راشي العراقيين، هماتين ضيفوه ربع كوب من الطحينة. أنا هنا ما متوفر عندي طحينة أو راشي، فما ضفت راشي هنا لهذه المقادير مالتي. وهنا أنا عندي هذه الدجاجة مثل ما تلاحظون ما شاء الله الحجم مالتها كلش كبير. هنا أنا بنات أنا هذه الدجاجة مثقبتها مثل ما تلاحظون، هذا الصدر مثقبته، الظهر بين الأفخاذ، يعني كلها مثقبتها هذه الدجاجة حتى الصلصة كلها تشرب بيها. وهنا هذه مثل ما تلاحظون أحاول كلها صلصة أخليها بالدجاجة. وهنا مثل هذا ما تلاحظون هذا الصدر هماتين بين الجلد حتى كلها تتنكه بالصلصة بنات. وهنا ايش راح أسوي؟ هماتين راح أضيف لها هذه الحواصل مالتها. هذه مثل ما تلاحظون هيك أسويها. وراح أضيف لها ذني الحواصل مالتها هماتين الكبد مالت الدجاج. وراح أبيتها أسلفنها بهذا السلفان، يعني هذا النايلون الحراري بنات. وراح أبيتها ليلة كاملة بالثلاجة، أدخلها للثلاجة ليلة كاملة. إذا أنتم مستعجلة عليها 4 ساعات 5 ساعات عادي يصير يعني تشوينها، بس أنا هنا ما مستعجلة عليها فراح أبيتها ليلة كاملة بالثلاجة. ومن بعدها ثاني يوم راح أطلعها لكم وراح أشويها أنا وياكم بالقلاية الهوائية بنات حبايب قلبي. هنا بنات حبايبي من بعد ما بيتتها ليلة كاملة هذه بالثلاجة الدجاجة، لأن الجو حار عندنا. هنا راح أشويها بهذا الكيس الحراري بنات. هذا الكيس الحراري تقريب السعر مالته ب1000، والله ما أتذكر لأن صار مدة يعني من أخذته. هنا أنا راح أخليها الدجاجة كلها بيه. وهنا أنا راح أشويها بالقلاية الهوائية. ليش تشويها بالقلاية الهوائية؟ سيجن بنات يقولون هو الكيس الحراري بساعة يستوي الدجاجة. بنات بالنسبة للقلاية الهوائية أنا مستعجلة عليها لأن يمي خطار، فشويتها هنا أنا ثاني يوم بالقلاية. لأن أول شي بساعة يعني تستوي عندي، ساعة ما يطولها ساعة، يعني ساعة كل ساعة وربع هيك صارت عندي واستوت. هنا أنا عندي ذني الأقراص من البوتيتة هماتين ضفتها وياها. إذا تريدون تضيفون يعني خضروات، باقي الخضروات عادي براحتكم. أنا هنا ضفت
بس بوتيته. وهنا أنا باقي الصلصة هماتين راح أخليها، ومثل ما قلت لكم بنات راح أشويها بالقلاية الهوائية. ظلت عندي تقريبا ساعة ونص. فأني بنات قلت لكم القلاية الهوائية مالت الرجيم، أهل الرجيم أهل الدايت يستعملونها، يعني القلاية الهوائية. فهنا أنا ما أريد هالدجاجة تنشف بنات، فخليتها بهذا الكيس الحراري حتى بالبخار مالتها وتظل طرية عندنا الدجاجة. بالنسبة للبنات اللي ما يعرفون عن القلاية الهوائية، يستعملونها أهل الدايت أهل الرجيم، حتى شكوا دهن يعني بالأكل. يعني يذب الدهن تمتص القلاية الهوائية، يعني يفرغ الدهن مالت الطبخ. فأنا هنا أنا أريد هالدجاجة مثل مالت المطاعم طرية ومحمصة، فخليتها بهذا الكيس الحراري. تمام بنات، وصلت الفكرة؟ هنا أنا عندي هذا أثقبها بهذا عود الأسنان. ما عندكم عود أسنان، عود شوي، ما عندكم عود شوي، بأي سكينة بأي شيء تثقبونها هذا الكيس الحراري. ويعني ثقوب من فوق حتى ما يصير ضغط على الدجاج على الكيس ويعني يعني ينشق عندنا الكيس، لا. فهنا ثقبتها. ومن بعدها هذه القلاية بنات هواية نوعيات من القلايات، فأني عندي هذه صار تقريبا فترة ما أخذتها. هذه النوعية مالتها هماتين كراون، تشوي لكم أو تقلي لكم دجاج، سمك، همبرجر، كيك، فينجر، أي شيء. القلاية يعني هو هواية هسه صارت يعني شغلة اعتيادية، أكثر الناس عندهم متوفرة ببيوتهم هذه القلاية. راح أدخلها وانتظرها ساعة ونص بالضبط، وراح أشوفكم النتيجة مالت الدجاجة الرهيبة. ظلوا ويانا بنات، ولا تنسونا بضغطة من اللايك. هنا أنا راح أوقتها على سرعة ساعة ونص يعني، ومن بعد الساعة ونص راح أشوفكم النتيجة الرهيبة. هنا أنا بنات حبايبي من بعد ما استوت عندي دجاجة، هذا طبخت هذا البرياني. أنا مشاركته وياكم البرياني بالقناة، فما شاركت وياكم الطريقة مالته. هنا أنا عندي هذا التمن الهندي البسمتي، النوعية مالته جوكر. هنا أنا بنات ما سويت التمن أني تصفى، لا سويته تطبيق يعني بالمي مالته طبقته. وهنا أنا هماتين سويت الحشوة مالته أو التاتشينة مثل ما يقولون بعض المحافظات. هنا هذه عندي بوتيته قطعتها ومكعبات وقليتها. وهنا أنا عندي الفستق والكشمش. إذا تريدون تضيفون بازالية هماتين، أني ماخذة البازالية مشتريتها بس نسيت أخليها ويا الحشوة مالت البرياني. وهنا أنا بنات من بعد ما استوت عندي الدجاجة هذه، الصلصة مالتها هماتين وذني البوتيتا الأقراص استوت، وما أقول لكم على الطعم والريحة عبت البيت كله. وهنا أنا هذه الصلصة هماتين ضفتها فوق التمن، وهماتين ضفتها فوق الدجاجة. يعني صراحة بنات الطعم مالتها والريحة ما أحكي لكم عنها، راح تعتمدونها تشوفونها هذه طريقة تجربونها، وراح تعتمدونها بنات نفس مالت المطاعم، يعني بعد أبد ما تشترين من برا. وهنا أنا هماتين سويت هذه الشعرية، وحركاتك بركاتك مثل ما يقولون. هنا أنا خليت الشعرية داير ما يدور هذه الصينية مثل ما تلاحظون. يعني المقادير مالت هذه الطبخة جدا سهلة وبسيطة، ودا يمك خطار عندك مناسبة سوين أحسن منسف، وهماتين غير يعني مو مكلف بنات. وذني هذا اللي حمصت عندي الفستق وضفته. بالنسبة للتزيين انتو براحتكم مش شنو تزينونها براحتكم. وهنا أنا جهزت عندي الدجاجة، وما أحكي لكم على الطعم والريحة وعلى يعني الاستواء مالت الدجاجة. هسه أشوفكم يعني ذايبة ذوب، وما يحتاج أحكي، يعني أني المناظر تحكي وتتكلم. مثل ما تلاحظون هذه الدجاجة كلش مستوية، هذه مثل ما تلاحظون يعني بعد ما يحتاج إنه أحكي.
راح تجربونها بنات هذه الطريقة أو تعتمدونها، وبعد ما تشترون من برا، أو لا تنسونا بضغطة من اللايك. وهاي بنتي تقول لكم لا تنسونا باللايك، أو مثل ما انت تردين تستفادين غيرك يريد يستفاد. وسهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. وإذا تردون تشاركون الفيديو بين أهلكم بين أصدقائكم عادي شاركوه. بنات وصلنا إلى ختام الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة إلى الأهل والأصدقاء. مع السلامة بنات، وانتظرونا فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.